أطلقت مديرية الأوقاف بالفيوم عددا من القوافل الدعوية لأول مرة في هذه القضية، تجوب جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم لتوعية المواطنين بأهمية القدس ونبذ الفرقة وخطورة الإرهاب على المجتمع. لذا ومن هذا المنطلق نظمت مديرية الأوقاف قافلة دعوية بمدينة الفيوم بمسجد ناصر الكبير بمشاركة عدد كبير من رجال الدعوة للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس. القوافل الدعوية في الفيوم منذ أن أتيت إلى هنا في قوافل دعوية يوم الاثنين، قوافل مركزية أكثر من 200 قافلة، كل اثنين تجوب أنحاء المحافظة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، طارقة أبواب كل نجع وكل قرية وكل مدينة وكل مركز. أما الذي انطلق اليوم فهو ندوات تثقيفية توعوية بقضية القدس تحت عنوان القدس قضية كل عربي ومسلم. نناقش فيها موضوعات الأسباب التي أدت إلى الوضع الذي نحن فيه والعلاج، نناقش فيها التطرف الفكري، نناقش فيها قضية العنف والإرهاب، نربي من خلالها أجيالا على حب الدين وحب الوطن والانتماء. نناشد الجميع لله في هذه الآونة الحرجة أن ينبذوا الخصام والفرقة وأن يتركوا التنابذ وأن يعتصموا بحبل الله جميعا دفاعا عن مقدساتنا، دفاعا عن أوطاننا، دفاعا عن أمتنا. هذا وقد حاضر في القافلة عدد كبير من أئمة الأوقاف ووكيل الوزارة حول الأسباب التي أدت إلى هذا القرار. كما تناولت القافلة نبذ العنف والبعد عن التطرف والإرهاب والمؤامرات التي تهدد مستقبل مصر. الجدير بالذكر أن مديرية الأوقاف بالفيوم خصصت 3 قوافل أسبوعيا لتوعية المواطنين بتعاليم الإسلام السامحة تجوب جميع قرى الفيوم وتضم أئمة متميزين. اعتمدت وزارة الصحة والسكان